في ناس وجودهم جنبك بيبقى هو الأمان، هو الهدوء وسط أي وجع. كندا علوش اتكلمت في ندوة تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة من قلبها عن عمرو يوسف، مش كنجم لكن كراجل وكظهر وكسند. قالت بيديني ثقة لأن أنا شخص قلقان بطبعه، دايما مترددة وباخد قراراتي بصعوبة، بس هو بكل حب وبكل صدق واقف جنبي، بيساعدني وبيهديني وبيشجعني. حتى لما ببقى تحت ضغط عمري ما شفته بيتنرفز عليا أو بيشتكي، لكن كان دايما مبتسم، دايما إيجابي، وبيديني طاقة حلوة أنا وكل اللي حواليه. كلمات بسيطة قالتها كندا علوش أثرت في الكل، بس وراها كتير، وراها حب حقيقي وصداقة، وواحد بيحب يشوف مراته أحسن واحدة، لدرجة إنها تقول أنا بشتغل وأنا ورايا ظهر حقيقي، مش بس بالكلام، بيسندني وقت ما أكون مش شايفة الطريق وتايهة في طريقي. والحقيقة إن اللي هيحبك بجد مش بيشدك وراه، لكن بيوقفك جنبه وبيقولك كملي أنا معاكي. كندا علوش ما قالتش كلام درامي ولا كلام مسلسلات وأفلام من اللي هي بتقدمهم، لأ، هي قالت الحقيقة زي ما هي عايشاها مع عمرو يوسف جوزها اللي عندها منه طبعا بنوتة، وكانت مرت بأزمة صحية كبيرة بعد إصابتها بالسرطان، لكن عمرو فضل واقف جنبها وكان بيساندها. وطبعا من أشهر اللقطات اللي عمرنا ما هننساها لعمرو مع كندا لما كان واقف جنبها في مهرجان فينيسيا وهي واقفة سرحانة وتايهة من ألم العلاج اللي هي بتاخده، فضل باصص لها وفضل بيصورها وكان داعم كبير قوي ليها. وطبعا اللي عمرو بيعمله مع كندا هو ده الطبيعي اللي مفروض يعمله اي راجل مع مراته او مع حبيبته او مع خطيبته او مع اخته او مع امه، لان الراجل هو السند وهو الامان وهو الظهر اللي مفروض اي ست تتسند عليه. احنا بنتمنى لكندا الشفاء والسعادة والصحة.